والله العظيم إذا أردت أن ترى العجائب تتحقق أمام عينيك كرر هذه الكلمة بلسانك وقلبك. هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أكثر من 19 من الصحابة، والمشكلة أني أنا وأنت نقولها في غير مكانها. أولا الداعي على الخير كفاعله، إن شاركت فأنت مأجور وإن لم تفعل فأنت معذور. اسمع هذه القصة، هذه القصة والله سترفع إيمانك يا أخي. الصحابي عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه أسر ابنه ففاقت حاله، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابني في السجن وأنا أشتكي الفقر وأمه أتعبتني بالبكاء عليه دائما، ماذا أصنع يا رسول الله؟ دلني ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رددا أنت وزوجتك هذه الكلمة. رجع عوف وجلس هو وزوجته يرددانها أيام. في يوم من الأيام الزوجة تقول: والله إني لأسمع صوت مالك ابنها. قال لها: أين مالك وهو في السجن؟ قالت: والله إني لأسمع صوته. فتحوا الباب وإذ بابنهما أمامهم. ماذا حصل؟ لما كرر هذه الكلمة يقول مالك: غفل عني الحارس وكسر القيد وخرجت وإذ بالرحول أمامي، الناقة جاهزة للسفر. سبحان الله. قال: فامتطيتها وذهبت ومررت على مسرح لهم، مسرح فيه غنم، فقدت 4000 من الغنم. لا إله إلا الله. ابنهم رجع، الفقر ذهب، الأم اطمأنت بابنها. إذا قضى الله أمر يقول له كن فيكون. أقول لكم هذه الكلمة يا أخوان، لكن احذر أن تقولها وأنت ما تعرف معناها. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، يفسرها النبي لأحد الصحابة يقول: لا حول لك عن معصية ولا حول على طاعة إلا بالله. يعني أنت يا أخي لا حول لك، لا قوة تملكها على قضاء دين أو زواج أو افتتاح بيت أو أي شيء إلا بالله. أنت تستعين بقدرة الله جل جلاله. يقول ابن القيم عن هذه الكلمة: تحمل بها الأثقال ويقتحم بها الأهوال ويدخل بها على من يرجى أو يخاف. انصحك، أنا مجرب، قلها بصوت خاشع وأنت تسمعه بصوت عالي، يعني تسمع أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. تتفكر في حياتك ماذا تريد، ماذا تريد لما تقول هذه الكلمة. والخطأ في هذه الكلمة أن أكثرنا يقولها في وقت المصيبة، إذا حصلت مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. خطأ. وقتها أن تقولها وقت العزائم، إذا أردت فعل شيء أو سداد أمر أو اللحاق بشيء تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقت المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي الحبيب، إذا وصلت إلى هنا والله كل الشكر. يسرني أن تكون أحد أصدقائي في هذه المنصة. السلام عليكم.